بناء العضلات زيه زي الامتحان اللي بيجيلك في اخر السنه. في الاول بيديك شويه معلومات بيمتحنك فيها امتحانات خفيفه، بعد كده في الاخر بيجيلك يديك امتحان كده صعب اللي هو بناء العضلات. ازيك؟ مش الاخبار؟ معاكم كيلو عزمي، وفيديو النهارده هنعرف ازاي تبني عضلات بالعقل. ايوه بالعقل. الموضوع ممكن يكون غريب شويه بالنسبه لك، اللي هو ازاي هعمل عضلات بالعقل؟ ايه العلاقه؟ كده كده هنستخدم التمرين والدايت دول اساسي معانا في العضلات. هعرفك بمثال بسيط جدا وهو الامتحان. المنهج بتاعك اللي انت بتاخده بيديك مثلا 1 زائد 1 بيساوي 2، انت عارف ان 1 زائد 1 بيساوي 2، فالمدرس دوت بقى عارف خلاص ان الطلاب بتوعه دول بقوا شاطرين واذكياء، اكيد مش هيجيب لهم في الامتحان 1 زائد 1 بيساوي 2 مجرد بس يعني بيشوفهم حافظين ولا لا. الموضوع مش عباره عن حفظ، لكن هيجي لك في الامتحان يقول لك 1 زائد كام بيساوي 2، فانت تقدر تستخدم ان 1 زائد كام بيساوي 2، فتفتكر ان الواحد زائد 1 يا اما تحطه يا اما تودي الواحد هناك بالناقص، ناقص 2 يبقى الواحد، يبقى ترجع هنا بالبوزيتيف والنيجاتيف ومش عارف ايه. لازم تستخدم عقلك عشان تحل حاجه زي كده طالما هي حاجه مش مباشره. جسمك ذكي جدا. لو انت رحت الجيم في بالك فتره وبدات ان انت تبني شويه عضلات كده خفيفه عشان تاخد جسمك للمرحله الثانيه اللي هي الاسئله الغير مباشره شبه الامتحان، ساعتها بيجي وقت ان انت تستخدم عقلك، وتستخدم مش بس مجرد ان انا بشيل اوزان وباكل كويس وخلاص، لا لازم تستخدم عقلك في ان انت تبني العضلات. طيب ازاي هعمل الكلام ده؟ دلوقتي انت لما بيجي لك في السؤال بتاعك في الامتحان بيديك حاجتين، بيديك الجيفن والريكوايرد. يعني بيديك اللي هو مثلا السؤال بتاعك المساله، بعد كده بيديك الريكوايرد اللي هو اللي طالبه منك اللي هو عايزك تحل ايه. نفس الفكره الحاجتين دول بتوعنا بقى لما بنيجي لجسمك اللي هو العضلات، هما الاكل والتمرين. دول بيكون الشغل كلهم فيه. عشان توصل لحاجه كويسه في الاكل لازم نهتم بالتمرين، او عشان ان احنا نعمل حاجه كويسه بالتمرين لازم نهتم بالاكل. الاثنين ما لهمش ثالث، يعني الاثنين مع بعض اساسيين عشان تبني عضلات وتزيد حجم. نرجع تاني للمثال الحلو بتاعنا وهو الامتحان. لو انت دلوقتي داخل الامتحان وعارف المدرس بتاعك قايل لك ان انتوا هيجي لكم في الامتحان بتاعكم 1 2 3، فانت ذاكرت ال 1 2 3 دول وخلاص تمام وحافظهم كويس وداخل ان انت هتحل الامتحان كويس على اساس الاسئله اللي هتجي لك عليها. جيت الامتحان لقيت حاجه مختلفه غير اللي انت عارفه، اول حاجه ان انت اتخضيت. انت قايل لك ان 1 2 3 ماشي كده كده، جاب لك ال 1 2 3 بس جاب لك قبلهم حاجه ثانيه، فلازم تجيب الحاجه الثانيه دي عشان تعرف تحلها وتوصل لل 1 2 3 اللي هتعمل بيها شويه ستيبس او خطوات وتطلع الاجابه. نفس النظام في جسمك طول ما هو متعود على التمرين بتاعك او الدايت بتاعك، النظام العادي اللي انت ماشي عليه، هيبدا ان هو يعمل شويه نتيجه، لكن هيوصل لفتره وهيبقى خلاص مش قابل ان هو يتطور او يعمل اي نتيجه اعلى، او ان هو مثلا يبني عضلات جديده زي عضلات الرجل مثلا. العضلات بتكون صعبه جدا لاي حد يوصل لها، فعشان توصل للمرحله ديت لازم ان انت تستخدم نظام ان انت تصدم جسمك، وهو ان انت تخض جسمك وتخليه يضرب لخمه. نفس الفكره زي لما انت خفت وضربت لخمه من الامتحان، كده اصلا انت جاي لك في الامتحان الحاجه اللي انت مذاكرها، بس حط لك حاجه قبلها روشك او خلاك ان انت ضربت لخمه من الحاجه اللي جايه لك. نفس النظام في جسمك، لما انت تدخل انظمه تدريب جديده او ان انت تدخل تريكات جديده في الدايت بتاعك، جسمك غصب عنه هيتخض وهيبدا ان هو يغير البرمجه بتاعته اللي هو متعود عليها بقالها فتره طويله جدا، وهيبدا ان هو يعمل عضلات جديده. طيب هناخد كام مثال بسيط على اول حاجه وهي الدايت. ناس كتيره جدا مفكره ان التشيت ميل اللي انت بتاخدها في اخر الاسبوع بتاعك هي مجرد ان انت بتفك عن نفسك، او ان انت بقالك فتره طويله جدا بتمرن وملتزم على دايت وبتاع مش عارف ايه، فانا هفك عن نفسي في التشيت ميل دي. وهو بتكون التشيت ميل مش تشيت داي، عشان في ناس كتيره جدا بتلخبط بتاخد يوم كامل فري. لا، هي ما بتكونش يوم كامل فري، هي بتكون وجبه واحده فري. طيب ايه لازمه الوجبه ديت وايه بتعمل ايه اصلا؟ الوجبه دي هي الجزء في السؤال اللي بيخليك تتخض قبل ما تحل. جسمك دلوقتي متعود على نظام اكل صحي جدا، كربوهيدرات مظبوطه، فاتس قليله، بروتين عالي، بتبني شويه عضلات، فجسمك متعود على نظام معين، فاكيد هيوصل لفتره من الفترات ان هو خلاص الموضوع ده ما بقاش نافع معاه، يعني خلاص انا مش جاي معايا سكه ان انا اعمل عضلات زياده تاني. فلما انت بتدخل تشيت ميل كده، حاجه فيها فاتس عاليه جدا ودهون كتير وزيوت وبتاع مش عارف ايه، وان كان بقى فرايد مثلا او برجر وبتاع مش عارف ايه وبيتزا واي حاجه من الحاجات ديت، فجسمك الميتابوليزم بتاعه هيتغير وهيخش في صدمه، فهيبدا ان هو يحاول يأقلم نفسه على وجبه زي ديت. فانت بعد كده لما تيجي بعدها تروح تديله وجبه صحيه ثانيه، فانت اللخبطه اللي انت عملتها ديت والصدمه دي اللي بتخليك ان انت تتطور وان انت تساعدك ان انت تبني عضلات. يبقى التغيير في الدايت او ان انت تمشي في الدايت ده كده سبب اساسي جدا وبيمثل اكتر من 60% من ان انت تبني عضلات او ان انت توصل لشكل معين. لكن لو احنا بقى عايزين ان احنا نهتم او ان احنا بقى يعني ايه الجزء الثاني اللي بيكمل هو التمرين بتاعك نفس الفكره بالظبط زيه زي الدايت، عشان ان انت تتمرن او ان انت توصل لنظم تدريبيه جديده وان انت تتعلم حاجات كتيره. الحاجات دي بتنفعك جدا وبتمثل نفس الفكره بالخضه اللي في الامتحان في الاول.
وهي ان انت جسمك متعود على نظام تدريب معين. انا بروح الجيم كل يوم، النهارده يوم الاحد، النهارده المفروض باخد بنش، بكره يوم الاثنين المفروض باخد ظهر، بعديها باخد رجل، بعديها باخد كتف، بعديها دراع. فجسمك ماشي كده على نظام معين، خلاص بدا ان هو يتطور ويبني شويه عضلات وبتاع ومش عارف ايه. لكن بعد كده وصل لمرحله ان هو خلاص النظام دوت بقى عارف يعني جسمك عايزك تتعامل مع جسمك ان هو ايه، كانك انت بتشوط عليه بلانت وايه وهو الجون اللي بيصد. فانت دلوقتي هتشوط في الزاويه ديت، فخلاص ما عرفش يصدها، شوط في الزاويه دي ما عرفش يصدها، فخلاص هو عارف ان انت بتشوط هنا بعد كده بتشوط هنا، او ان انت في بدايه الماتش مثلا بتشوط هنا وبعد كده بتشوط هنا، فخلاص بقى عارف يصد منك النظام اللي انت ماشي عليه. نفس الفكره وهي بالنسبه للتمرين. فعشان كده بيجي دور الانظمه التدريبيه المختلفه، او ان انت تنوع، او ان انت ما تكونش بس تتمرن عضله كبيره، لا تاخد معاها مثلا عضله صغيره، تمرن العضله مرتين مثلا في الاسبوع بدل مره واحده. واول حاجه وهي الانظمه التدريبيه. الانظمه التدريبيه في ناس كتيره جدا ما بتعرفش تستخدم السوبر سيت صح، والدروب سيت والجاينت سيت والحاجات دي. الجاينت سيت مش يعني محدش بيستخدمها قوي، او نادرا ما تلاقي حد بيستخدمها، لكن الاساسيين هم الدروب سيت والسوبر سيت. السوبر سيت عايزك لما تيجي تاخد سوبر سيت، نصيحه لكل الناس، تاخد سوبر سيت يبقى حاجتين ليهم علاقه ببعض. يعني مثلا انا النهارده عندي دراع، فهاخد سوبر سيت باي هاخد معاها تراي. اما مثلا هاخد بنش، هاخد بنش مثلا ابر هاخده مثلا على الكيبل، بعد كده هاخده على الدمبل او على البار، بعد كده الدمبل. ده كده السوبر سيت، عضلتين ليهم علاقه ببعض. لكن في ناس كتيره جدا بلاقيها مثلا بتلعب بطن وداخله معاها مجموعه رجل، او بطن وداخله معاها مجموعه ظهر. ايه علاقه دي حاجتين ما لهمش اي علاقه ببعض ودينا سوبر سيت. فالكلام دوت عبط جدا وملهوش اي لازمه. وعايزك تتعامل مع جسمك بذكاء جدا عشان انت توصل ان انت تبني عضلات، او توصل ان انت تبني شكل كويس جدا. ما تكونش الموضوع عشوائي، لازم تعلم نفسك كويس جدا لو انت مش ماشي مع مدرب. لكن لو انت ماشي مع مدرب الموضوع هيبقى اسهل كتير. فلو انت عايزني ان انا اساعدك ان انت تبني عضلات عمرك ما وصلت لها قبل كده بانظمه تدريبيه بسيطه جدا، والموضوع نبسطه ونسهله مع بعض وباسعار قليله جدا، تقدر تبعت لي على الانستجرام او الفيسبوك، اللينكات في الديسكربشن تحت. نظام الاونلاين كوتشنج معايا مش زي اي نظام هتلاقيه، سواء كسعر او ككواليتي هتاخدها، موضوع فعلا هيعجبك. وتاني حاجه بعد السوبر سيت وهي الدروب سيت. الدروب سيت مهمه جدا ان انت مثلا لعبت بوزن، قفلت المكنه دي فعملت بيها مثلا 10 12 عد اللي انت بتلعبه، بس حاسس ان انت لسه عندك زياده، او حاسس ان انت تقدر تشيل وزن زياده، فان انت بعد ال 10 12 دول تروح تحط نص الوزن وتلعب بيها مثلا بدل ال 12 دول تلعب مثلا 15، تلعب 17، تلعب بيكون وزن يعني ايه العدات تكون زياده حبه عن الوزن اللي انت لعبته. انت قدرت ان انت تعمل 10 بوزن تقيل، فاكيد مش تعمل برضه 10 بوزن اخف، لا هنزود العدات شويه. دوت بيصدم العضله بطريقه كويسه جدا، وبيساعدك ان انت تبني عضلات. ويعني بص، يعني النظامين دول لما انت تنوع صح ما بينهم الموضوع بيبقى حلو جدا. فدي كده الفكره، الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي كعبله. لكن الفكره ان انت تعرف تستغل جسمك صح، وتعرف ان انت تضحك على جسمك صح، فبالتالي تبني عضلات. ده كده كل حاجه عن الفيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زرار الجرس، تابعونا على الفيسبوك او انستجرام او تيك توك، اللينكات في الديسكربشن تحت. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.